إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لأخينا سمير في عرسه هذا ووليمته هاته، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه سميع قريب مجيب. من حكم الله تبارك وتعالى الجليلة أنه لما خلق آدم عليه السلام أورثه جنته. ومن أعجب ما وقع لهذا المخلوق الذي أودع الله عز وجل فيه معاني الخير، وأودع فيه أيضا من الشهوات والرغبات ما لم يكن يعلمه هو نفسه. يمشي كما في بعض الآثار يمشي في الجنة وحشا، كان يستوحش تصوره في الجنة، فأصابه شيء يقال له النوم وهو لم يكن يعرفه، فلما استيقظ وجد مخلوقا بجواره، وهذا المخلوق يشابهه في الشكل إلا أنه يتميز عنه في بعض الأمور. فلما سأل قيل له هذه حواء، ثم بقية القصة تعرفونها. والبشر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على طوائف، فمنهم من خلق من غير أب ولا أم، وهو منهم من خلق من غير ذكر ولا أنثى، هو آدم عليه السلام. لا تعجل لا تعجل. ومنهم من خلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء. ومنهم من خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه السلام. ومنهم من خلق من ذكر وأنثى، سائر المخلوقات من الإنس والجان. لأجل أن يتم وعد الله تبارك وتعالى في أن يرث البشر الأرض ويستخلفون فيها في الخير وفي الطاعة وفي البر والإحسان، كانت حكمة الله تبارك وتعالى في هذا التزاوج. كما أن الذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن الزواج في كل ملة من الملل له أصول ومبادئ، والمسلم لابد عليه أن يعرف بأن زواجه هو كمسلم ليس كزواج أحد من الناس. فتصور أنتم كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان يتزوج الناس في الجاهلية. كانت 4 أحوال. الحال الأولى هو الزواج المعروف عندنا، أن الرجل يذهب إلى الرجل ويخطب منه وليته أو ابنته على مهر وصداق بينهما فيزوجه إياه، وهذا الزواج كان معروفا. وهناك زواج هو أقرب إلى الحيوانية، بل هو الحيوانية نفسها. تصوروا أن امرأة يأتيها تدعو جمعا من الرجال، فكلهم يدخل ويصيبها 10 أو 8 أو 9 وكلهم يصيبها، ثم بعد ذلك إذا حملت ووضعت جمعتهم، ثم قالت له يا فلان هذا ابنك، أنت بالذات هذا ابنك، ولا يستطيع أن يمتنع من ذلك. هذا كان موجودا في أمة أكرمها الله عز وجل بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شيء في الحقيقة النفوس المستقيمة والطباع القويمة والفطر السليمة
كيف يمكن لامرأة أن يأتيها 10 ثم تختار هي واحدا منهم وتقول هذا ابنك، وهو يعلم في نفسه أنه لا يملك من هذا الولد إلا العشر؟ لا أريد أن أطيل في هذه القضية. هناك 4 أمور أريد أن أنبه عليها ثم أختم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المجلس. الأمر الأول أيها الكرام في قضية الاختيار، كلما ازدادت البشرية تطورا كلما زادت انتكاسا وضلالا، نعوذ بالله. وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كيف ذلك؟ المجتمعات المسلمة في قضية اختيار الزوج والزوجة هي أبعد ما تكون عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واقع نحن نعيشه. وها هنا علامتان فارقتان يعرفها كل عاقل ويقف عندها كل لبيب. العلامة الأولى جاهل مطبق، يأتي الرجل إلى البيت فيجد المرأة في البيت ولا يحق له أن يسأل، ولو سأل أباه وقال من هذه يقول لو زوجتك لم يعجبك الحال؟ طبعا لا يملك إلا أن يقول بلى، وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه. ومن الجهة الأخرى فساد كبير حرمه ثم يأتي ماذا هذا العقد ليثبت حراما. وانظروا الآن في أوروبا تجد التطور الذي وصلوا إليه أن الرجل يعاشر المرأة سنوات طويلة يكون بينهم أولاد، ثم بعد 10 سنوات 15 عاما قال يا فلان ما رأيك لو نتزوج؟ تصوروا أنتم هذه البهيمية موجودة عندهم نعوذ بالله. وهؤلاء الأولاد في ملتهم هم، في دين عيسى عليه السلام وفي دين موسى أبناء زنا حتى ولو تزوجها بعد 10 سنين، ولا يمكن أن يلحق واحد منهم بنسبه، لكن هذا موجود عندهم وتبيحه قوانينهم. لكن في الإسلام لا، وضع ضوابط. عندما يتعلق الأمر بالرجل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هذان أمران لابد أن يجتمعا في كل رجل يريد أن يخطب مسلمة. دينه من الأئمة من قال الصلاة، ومنهم من قال أركان الإسلام ال5، ولا شك أن الدين جامع لهذا الكلام. والخلق القويم الذي جاء الإسلام ليتممه. نحن عندنا إما أن تغرنا اللحية والقميص، قال والله هذا متدين، قال هذا متدين. جاءنا من نرضى دينه، قال تعرف خلقه؟ لا أعرف خلقه. يدي البنت عنده إلى البيت يعود يضربها بالعصا الحديد، وتصير عنده كالأمة وغضوبي، ويمكن أن يأكل ويتركها جائعة، ويمكن أن لا تجده أصلا من الفحول. رضوا بشكله لأنه يمثل الدين، ولكنهم لم يسألوا عن خلقه. والآخر يقول لك ماذا؟ يقول لك والله هذا الفتى تربى في الحي وفتى طيب ومتخلق وما شاء الله وما عندنا من خيره، يعني عنده غير هذيك السكرة بركة يعني اللي فيه بركة يعني، بس أخلاقه ما شاء الله. طيب زوجوا خلقه بلا دين، وفسد الحال بين الأمرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا؟ يمكن أن تقول والله في هذا الزمان مشكلة اللحية والقميص والصلاة في المسجد والتدين والتزام أخلاق الإسلام هذا تطرف ورجعية ومشاكل طويلة عريضة. يا رجل داعك، زوجوني لك من اللي يقصر مع الشاب خالد ويغني مع الشاب مامي كذا، يعني هكذا باش تعيش يعني انت لاباس مهني ما توقع لكش المشاكل. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم معليش ما تزوجوش إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، بس استنوا النتيجة. وش يقع؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. وقعت ولا ما وقعت؟ لو سألنا الأجنة في بطون الأمهات فنطقت لقالت أننا نعيش فتنة ما عرفت البشرية مثيلا لها في تاريخها الطويل. فإذا تعلق الأمر بالمرأة قال صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة ل4: تنكح لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها. ثم قال في الأخير: فاظفر بذات الدين. أنا لم أرتب الحديث
لأنه المقصود أنه كل امرأة يرغب فيها الرجل لأربعة أسباب: عندها مال، وعندها نسب، وعندها دين، وعندها ماذا؟ وعندها جمال. فالرجل يرغب في هذه الأمور، والبشر جبلوا على حب هذه الأمور. فإذا كان الإنسان أراد أن يختار، لابد عليه أن يختار ذات الدين، لابد عليه أن يختار ذات الدين. وها هنا مسألة: الإسلام لما يقول لك ذات الدين لا يمنع أن تكون ذات الدين جميلة، وإذا كانت جميلة ومرفهة يعني غنية هذا أحسن وأحسن، وإذا كانت متدينة وجميلة وذات حسب يعني وذات مال فهذا هو الأفضل. ومن رزق امرأة كهاته فقد أعطي خير الدنيا فليطلب خير الآخرة. لماذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر؟ لماذا يقول هذا؟ لأجل أن يعلم المسلم بأن الذي يعينه على النصف الآخر هو النصف الأول، وهو الزوجة الصالحة هي التي تعينه على النصف الآخر الذي هو الدين. ولهذا يذكرون أن سعيد بن المسيب كان يفسر هذه الآية التي يقول فيها رب العزة جل وعلا في كتابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد المسلم بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة. 50 الأخرى يعني نصف الآخر: ما أعطي العبد المسلم بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن نظر إليها صرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلا بد أن يكون المجتمع فاسدا إذا بني على أصل فاسد. طيب قد تقول: وكيف يمكن أن تصل إلى ذي الدين والخلق ويصل إلى ذات الدين والنسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور، فماذا قال؟ قال: إذا وقع في نفس أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليه، فإذا رأى فيها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني يروح ويشوف المرأة وتشوف المرأة ويكلم المرأة وتكلمه المرأة، ثم يكون بينهما المودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها فعسى أن يؤدم بينكما، يكون بينكما مودة. هذا الأمر للأسف الشديد أيضا الناس أهملوه. يا إما يقول له والله مرة واحد الآخ يعني من أصحاب الحي ربي كفرهم إن شاء الله، فالأخ أراد أن يتزوج، فلما أراد أن يتزوج راح يخطب بنت. جاء الحاج قال له: والله يا الحاج أنا جبنا واحد الشاب ما شاء الله رجل طيب وخدام ومديا ويصلي صلاة 5 المسجد ويصلي الصبح مع الناس ويخاف ربي ومبعد على الحرام وعنده أخلاق طيبة ويقول للناس جميعا السلام عليكم والناس جميعا يحبه ويمشي في الجنازة كما يحضر الأعراس كما كذا يحسن إلى الناس. قال: ما شاء الله. روح. قال: يا الحاج قصر ما قصر ما. قال: يا الحاج خليه يدخل يشوطه. شنو؟ يشوف الطفلة يا الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري الرجل الطير في السماء والسمك في الماء، كما قالوا شيء الحث والبحر يعني. والرجل خزر للزويجة مع القاية. هذا جانب، والجانب الآخر لا، وإن كان هذا أفضل عندنا أحب إلينا لأن احنا نغيره على كذا تعرف. وأنا كنت قلت لخالتي يعني أنه العتروس عنده لحية. ليش العتروس؟ التيس في الحيوانات ما كانش حيواني غير قده، روح خلط انت في المعزة قدامه. هذا واقع، هذا صح. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: وليس فيما خلق الله من البهائم أغير من التيس، حتى إن العرب تقول في الرجل إذا كان غيورا يقال أغير من تيس، أغير من التيس في زريبته، واللي ما يغيرش مان وخنزير كرمكم الله. هذا أفضل من أن البنت تجي من الشارع تجيب الشاب تقول له بابا حبينا نتزوجه، وهو ما عليه إلا يوجد الحلوى ويوجد العرس بارك، وهو آخر من يعلم. هذا أيضا محرم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلينظر إليها. ثم بعد ذلك يقع ما يسمى بالوليمة.
الوليمة أذكر بعض آدابها بسرعة. أولا الوليمة في أصح أقوال العلماء أنها سنة، وأن أفضل ما تكون باللحم، لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه البخاري حديث أنس أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فإن لم يجد شاة فلا حرج أن يكون دون مالك، فإن وجد أكثر من شاة أو واحد صاحبنا حي الزوج قال نجيبه كريف وراكم معروضين إن شاء الله. فإذا كان أفضل من شاة فلا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أولم ولو بشاة. أيضا من الآداب متاع الوليمة أن يدعى إليها جميع الناس، طبعا مش يخرج للطريق يبرح قال يا جماعة كاين عرس أرواح وهذا مفرج. وإنما الأصل في قضية الوليمة أن يدعى إليها الفقير والغني. ولهذا ترون أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أتى العرس كابن عمر قال أدعوت إليها المساكين؟ قال لا، فقال لن أطعم طعامكم ورجع. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فلا بد أن الإنسان إذا أقام الوليمة أن يدعو إليها الفقير والمسكين واليتيمة والأرملة واليتيم وما إلى ذلك، فإن أصابوا بارك الله له في ذلك الزواج وفي تلك الوليمة. وأيضا من آداب الوليمة أن الرجل إذا دعي إلى الوليمة لم يحل له دينا أن يرد الدعوة، بل يجب عليه أن يجيب الداعي. ثم اختلف الأئمة بين وليمة العرس وغيرها، وفي هذا كلام طويل يمكن أن نأتي إليه في بعض المجالس الأخرى. أيضا بعد الوليمة هناك ما يسمى بالتهنئة. التهنئة كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا تزوج يقولون له بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. وما زالت بعض المجتمعات الجاهلية، يعني بمعنى الجاهلة اللي ما تعرفش الدين، مش الجاهلية ما مكفرين مثلا يقولوا هجرة تكفير، يعني بعض المجتمعات الجاهلة ما زالوا يقولوا بالرفاء والبنين، وهذا حرام لأنه من عمل الجاهلية. وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكاين آبائنا اللي يقولون مبروك عليك، كاين اللي يقول ربي بارك، هذا كله داخل في هذا السياق. لأن بعض الصحابة أيضا بعض الصحابيات كانوا يقولوا لعائشة يوم عرسها يقولون لها بالخير والبركة، بالخير والبركة. فاللي ما يقدرش يحفظ الحديث الطويل هذا يقول بالخير والبركة، وكلاهما ماذا؟ كلاهما سنة. وأيضا هناك من المصائب الواقع عندنا أن بعض الولائم فيها كوارث. قولوا لي كلمة بعض قليلة، قول إن كل الولائم فيها المعاصي إلا القليل، صح ولا لا؟ وكثير من الإخوة شهادة لله إخواننا، الإنسان ممكن بنت خالته ولا بنت عمه ولا بنت خوه ولا كذا تزوج ولا وليد خوه ولا كذا، رانا نقدر نروحوا للعراس؟ ما نقدرش نروحوا لها. ليه ما نقدرش نروحوا؟ على جال الحرام اللي فيه. بمعنى تروح للعرس تسمع هذاك البلاء هذاك اللي يديروهما والعياط وكذا، وتسمع الغناء الفاجر اللي يستحيل أنه رجل فحل غيور يخلي مرته تسمع. والله 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 ما كان رجل فحل غيور يخلي مرته تسمع هذا الكلام. الكلام فاحش يسموه غناء. فلهذا كان كثير من السلف يقولون أن الرجل إذا أتى الوليمة فوجد فيها حراما فلينصرف، يدعوك ولو رحمك، يدعوك إلى الوليمة. لما تجي الوليمة إذا وجدت حراما فانصرف. سبحان الله، كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه جاء للعرس نتاع سالم بن عبد الله بن عمر، ولد عبد الله بن عمر اسمه سالم، قال بابا زوجني. جاء أبو أيوب الناس داخلين هكذا وصل دخلك حتى يصيب الجدار مستور، الجدار مغطي يعني دايرين عليه واحد النمرقة خضراء هكذا. قالوا شنو هذا يا عبد الله؟ وعبد الله يعرف باللي هذا ما يجوزش أننا نكسي ولا ما تكملهاش، ما دام انا بديت انا كملها. سبحان الله. يعني انا نغطيه الجدار ما يجوز. فقال له والله يا ابا ايوب غلبتنا النساء، وقت عرفوا النساء في العرس يديروا رايهم. قال له غلبونا النساء. كل انت تغلب مرتاك وانتم يا عبد الله البيت نتاعك يغلبوكم النساء، والله لا ادخل بيتكم ولا اكل طعامكم. وراجع. تقول لي علاه كن تغطي الجدار حرام؟ ما احنا حرمنا كلش، قالوا علينا ما قبل. لكن انظر انت، أبو أيوب قال له لا أدخل بيتكم ولا أكل طعامكم.
لا أدخل بيتكم ولا أكل. لما؟ رأى منكر. عبد الله بن عمر لم يجد في نفسه. احنا يا بعض رحمنا رام يقاطعونا، تقول سبحان الله العظيم، أي زمن هذا الزمن المنكوس اللي ماشي على دماغه. أي زمن؟ انت اللي كنت داير في العرس نتاعك معصية تزعف مني أنا اللي قلت لك بلي هذا ما يجوز، وتغضب مني وتقاطع لي. والله يا إخوان يجوا كثير من الناس يقول بصح لو كان مرش العرس هم يقاطعونا ويقع قطيعة الرحم وكذا وكذا. طيب وكي تروح يا ودي يقول لك ما عندك ما تشوف، ما عندك ما تسمع. فإذا ننظر أنت، صار اللي يقول يا جماعة اتقوا الله. ربي عز وجل يقول إنني معكما أسمع وأرى، إنه هو السميع البصير. وانتم راكم طاعين ربي عز وجل في أرضه. علاش وليدكم ربي يكرموا بالزواج بينما كثير من المؤمنين ربي يحرموا من الزواج؟ هذه نعمة ولا مش نعمة؟ يقول لك نعمة. طيب النعمة تشكر ولا تكفر؟ يقول لك لا أنا شكر النعمة. قول له صح، راك تشكر فيها بالجوكي لك يقول له هذا العزاء، راك تشكر في الله عز وجل، هكذا يكون الشكر، صح ولا لا؟ ومع ذلك يعود اللي خاف الحرام هو الذي يقاطع، وتعود ماشي مليح ويقاطعوك وتعود ما تكلم. طيب قد تقولوا لي وانتم يا المتطرفين يا المتشددين، كاين في العرس بتاعكم كاش ما يتنفسوا ولا ما كان والو؟ نقول لك بأن العرس في الإسلام الحمد لله رب العالمين مضبوط بضوابط شرعية، والعرس في الإسلام ما كاش أطيب منه شهادة لله. والدليل على ذلك ما يجوزش أنه المسلم يعقب العرس نتاعو بسكات، ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح. مرة واحد الآخ من خاوتنا ربي يحفظهم قال لي أروح العرس، وعلى بالك يعود الإمام في الصيف مطلوب أكثر من المغنيين. ممكن عندك بالخميس عندك تلتاع العرس 4 عرس. والله صح، تصوروا اليوم عندي 4 عرس، هذا العرس الثالث وما زال الرابع في مفتاح وربي يستر يعني. فتصور أنت معي يعني الأخ قال لي شيخ روح العرس إن شاء الله. قلت له إن شاء الله. رحنا ركبنا بسيارة وجينا كما عندكم سامي ربي يبارك له إن شاء الله، وربي يبارك الشباب المسلمين جميعا. اللي أطاع ربي يبارك له، واللي عصى ربي يغفر له، اللهم آمين. فإذا لما وصلنا قاعدين كذا، قلت له فلان واش العرس؟ لا بأس. قال لي لا بأس. قال لي الطعام واجد، اللحم واجد، الأمور واجد. قلت خلينا من الطعام واللحم هذاك في القطع، ولا الناس على يجوك على جوجك يعني. فقالوا معليش. طيب قلت له العرس يعني كاش ما راهم يديروا النساء داخل كاش يديروا؟ قلت له مثلا يغنوا. قال لي علاه يجوز؟ قلت له واحدة دونك نتفقوا. قلت طبعا يجوز، ومن آداب العرس أنهم يغنوا. قال شيخ معليش خليها مرة أخرى. قلت له اشترك معه وتزيد تعود زوج. قال لي لا شيخ معليش لا قلت له روح وقول للنساء يضربن الدف ويغنوا. راحت نبعج. قلت له قال لي شيخ هذه دكتور شيء أناشيد. ادي لهم الأناشيد نتاع بدر وتاع الشيشان وتاع هذا عرس يا ابني. عرس. هاو قال لي سبحان الله وش ندي لهم الراي وده سبحان الله يا سيدي كحل لها ما تعميهاش يعني. كيف ذلك؟ قلت له روح لهم يضربوا بالدف ويغنوا. ما أمهات ما يعرفوا الأغاني تاع العرس ولا ما يعرفوا. تروح لأي عجوزة تغني لك 100 أغنية تاع عرس وأغنية نظيفة نقية. هذا هو يا إخوان، هذا هو الأدب تاع العرس. لأنه لما أقول لك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال لها عائشة قتلوا زففنا فلانة إلى زوجها فلان، قلتم شيئا؟ قالت ما قلنا شيئا رسول الله، شو نقولوا؟ قال لها ما قلت والو. قالت له لا ما قلنا. كيف يعني؟ والأصل وانتم متدينين الزوجها تغنوا، تضربوا الدفوف وتغنوا. لا ما قلنا والو. قال لها ألا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. هذا فيها ذكر الجنة، فيها ذكر النار، ولا ذكر القتال ولا ما كانش. لا بأس. غنية انت عرس من اللي يحفظوها أمهاتنا انت بكري. هذا هو آداب العرس، آداب العرس. طيب قال لي هو ما أنا قلت لهم حرام. قلت له معليش روح قول له ما أنا غلطت اجتهدت وأغلطت حلال. أما جا كذا شيخي كبرت والله كبرت خير إن شاء الله. قلت له واحدة قال لي شغلك إذا كان يجوز يزغرته. قلت له خليهم يزغرتوا يظهرنا الفرح. وين المشكل؟
قال الشيخ يجوز إذا مرتم. فإيش ما يجوز؟ على يجوز. قال الشيخ التشبه بلزانية. اي والله هكذا. قلت له بمن؟ قال لي تشبه بلزانية. قلت الله يهديك. والله هكذا يا اخوانا. طيب قال لي إذا يجوز خليها تخلى يا راح قال لهم يجوز بدأوا النتائج زغت. قال لي والله شيخ خلاص ما خرجت من الموضوع يا وخير إن شاء الله تشمل ولاد. قال لي لكن يجوز الشطر ثاني ودخل بيناتهم النساء. قال لي إيه؟ قلت خلي شطرين المشكلة. قال لي شيخ حبيب تصردني أنا بفات الأحزاب ولا مش والله هلك. قلت له ليه ما مالك؟ سبحان الله. أنصف ما تزكيش نفسك وما تذمش غيرك. ولكن هذا واقع. أين المشكل؟ أن امرأة ترقص مع امرأة. أين المشكل؟ شكون اللي قال هذا حرام؟ ممكن بعض خواتنا غيرة على الدين، ولكن يمكن أن يتكلم بالجهل. هذا مش حرام. ومن قال أنه حرام هذا لا يفقه في دين الله تبارك وتعالى. صحيح بعض العلماء من باب التحري ومن باب سد الذرائع ممكن يقول لك ودي الزغاريد وكذا، ممكن يكون أصوات ويفتنوا بمريض القلب وكذا. ولكن أن المرأة يعني أنها تزغرد بين النساء من غير أن يعلو صوتها كثيرا لا حرج. طيب قال لي طيب مش مشكلة نقول لهم يغنوا واحدة سويعة ويبطلوا. قال لا سويعة يا لي خلوا يغنوا كيا يا حبس مش مشكلة. فهذا أيضا موجود في العرس الإسلامي. شيء تقول لي طيب هذا للنساء والرجال ايش يديروا؟ احنا عندنا الرجال يشطحوا كمسة صح ولا لا؟ صب يتكسر في رقصته كأنه امرأة ويتغنج في رقصته كأنه عذراء، وهذا يمس الفحول ويمس الرجولة. الصحابة والتابعين وش كانوا يديروا؟ قال مثلا راحوا نديروا سباق الخيل. راحوا نديروا سباق سيارات طبعا دون مشكلة. نديروا سباق الخيل وراحوا يرميوا بالنشاب يعني يتعلموا الرماح رمي قلت له كيف؟ في الأعراس؟ قال لي لا، نحن نضع الورد على السيارة في المآتم في الجنائز. فإذا إذا كان الأمر كذلك وليس فيه تشبه باليهود ولا بالنصارى أين المشكل؟ ما من زمن الصحابة إلى اليوم ما زال هودج المرأة ومركب المرأة يزين. أين المشكل؟ ليس ثمة مشكلة. لكن أنا أرجع إلى هذا الأخ الطيب الذي كنت في عرسه مش تعال يومه يعني قلت له والله يا أخي كريم إذا كنت ترى أن كل هذا يعني مشكلة أنا وش نصحك؟ قال لي نعم. قلت له روح لي للمسجد نعطيك المحمل ولا لا؟ ما تغنيش ما تزغرتوش ما تفرحوش ما تضربوش الدف. إذا ماذا نصنع؟ نجيبوا لك المحمل كسلها وحطه قال حنابل وندوه وسكات حتى توصل. وقال فلان تزوجه وبعث البراح للسوق يعني يبرح قال يا جماعة سمعكم ربي خير فلان تزوج. وإلا بالله عليكم كيف يعرف الناس مثلا أن محفوظ مثلا تزوج مثلا أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين من الطيبات اللهم آمين. فإذا كيف يعرف الناس أن فلان تزوج؟ كيف يعرفون فلان أنه تزوج؟ لأنهم يسمعون في بيته ضرب الدف. قال ماذا يوجد في بيت فلان؟ قال عرس. قال من تزوج؟ قال فلان. تزوج فلان. تزوج بمن؟ تزوج ببنت فلان. فلانة يعني بنت فلان. الناس يعرف هكذا قال صلى الله عليه وسلم أشيدوا بمعنى أعلنوا النكاح. ثم الفصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف. فصل ما بين السفاح والنكاح الضرب بالدف. فلا بد أنه هذا يقع في العرس. فإذا كان اجتمعت هذه الشروط من قال بأننا نمنع النساء أن يغنين؟ من قال أننا نمنع النساء أن يظهرن الفرحة؟ بالله الذي لا إله غيره من قال هذا فقد افترى على الله الكذب وقال على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقولاه. ولكن الذي نرفضه ولا نقبله هذا الحرام الذي يقع في الأعراس، هذه الموبقات وهذه المهالك التي تقع في الأعراس. وأنبه في الأخير إلى مسألة ذات بال أراها هامة. كثير من شبابنا أعانكم الله جميعا على الحلال ويسره لكم ووفقكم إليه وأعانكم على تحقيقه في دنياكم وبارك لكم فيه في آخرتكم. يا إخواننا وآباءنا كثير من الإخوة لا يحسن الاختيار. أنا يوميا تأتيني المشاكل العائلية. وقفت على مئات الحالات في البيوت ونحن نرفض
أن يتحول الأخ من عابد لله إلى مفتون في دينه. كم من أخ كم أسرعت أمه فزوجته فساقت إليه في بيته بلية. والله منذ ساعة كنت أكلم أحد إخواننا يعيش مأساة حقيقية. لماذا؟ لأن أمه هي التي اختارت. لا تدع أمك ولا أباك يختار، اختر أنت، واختر عن بينة، واختر عن نظر وسمع، يعني عن بصيرة، واختر عن قناعة، وتجنب أمورا. الأمر الأول: لا تغرنك التي تتعرى في الشوارع. نحن لا نقول بأنها لا تصلح للزواج، ولكننا نقول أنها لا تصلح للمتدين الذي يريد أن يكمل نصف دينه ليتفرغ للنصف الآخر. وعلى المسلم أن يتجنب الحكم على المظاهر. قال: أنا أريد الجميلة فاتنة الجمال، فلما يجيبها للبيت توقع المشكلة ولا يستريح، بل تصده عن دينه. أنا عشت مثلا قبل سنوات طويلة تجارب من هذا النوع. كان معنا أحد الإخوة الشباب، يعني متدين ملتزم مظهرا ومخبرا كما يقال، يعني والصلوات وما إلى ذلك. في يوم من الأيام قال يا شيخ أنا حبيت نتزوج. قلت: ربي يبارك، نشوفه لك يا أخت تزوج إن شاء الله. لا قال لك خلاص أنا شفت. أي ربي يبارك إن شاء الله. يجوا بعض الإخوة قال لي: وديك تعرف الإخوة شو ينعسوا بعضنا إحنا. فقال لي: يا شيخ زوج مع الطفلة مش هي بتحجم ولا تصلي زي. قال لي: والله أروح يا فلان واش بيك؟ قال: يا شيخ واش يا أخي مسلمة. قلت: احنا ما قلناش كافرة، معاذ الله، مسلمة، لكن قول لي على هذيك لذات. لا قال الشيخ مشي، أنا حبيت أقدر نتزوج، قلت ندي هذيك خير. سبحان الله. قول لي عجبتك؟ حط راسه قال: يا شيخ ما تمرقهاش. هاي قلت له: معليش يا أخوي ما نمرقهاش، لكن معليش فهمني، قول لي برك كي ما نمرقهاش أنا. قال لي: رك داي. قلت: يا ضارك وين داي؟ قال: نتزوج أنا. طيب. قلت: بصح أنت كيرك حدي الهم بعد؟ قال لي: شيخ ما تخممش. طيب قول لي. قال لي: إن شاء الله هنربيها على سيرتي. تربيها على سيرتك؟ قال لي: إيه؟ قلت: إن شاء الله. اللهم أعينهن يربيها على سيرته، اللهم ستروا أنها ما تربيش على سيرتها. راحت الصلاة وراح القميص وراحت اللحية، ولا يعقب علينا بعيد عن المسجد من هكذا يخزر فينا هكذا ويروح. تشو المفتون مهاجر أم قيس. طيب كيف؟ بينما الناس كانوا قديما لا يختاروا. أنا كنت ذكرت بخوتنا هذا القصة اللي قريناها وإحنا صغار وسمعناها من المشايخ وإحنا كبار. إنسان بكري قال لك حبي يتزوج، فلما حبي يتزوج قال: أنا أطوف في البلاد. قال: براقي لازم يتزوج من براقي ما كانش. قال: مثلا أخي فلان يعرف أخي فلان يدلني على امرأة مؤمنة. هكذا نصلحنا للطيبات، وهكذا الطيبات يوصلوا لنا، ورزق واحد ما يديش لاخر. والمسلمة نكرة دير بمذهب أنها لما تعري نفسها هكذا وتخرج الشوارع بمعنى الناس يتزوجوا أبدا، النصيب تاعها مكتوب في السماء ما هوش عند الناس. فلهذا إذا اتقت الله تبارك والله ما يجيب لهاش زوج، لكن يبارك الله عز وجل في دينها ودنياها وآخرتها. ولكن إذا كان الأمر كذلك، انظر أنت، رجل قال: لا أطوفن في البلاد حتى أجد امرأة توافقني، امرأة تناسبني تكون كيمانا. طيب اركب فوق الحصان وخرج، وهو ماشي في الطريق صاب شيخ كبير راكب أيضا على عود وماشي. السلام عليكم يا شيخ. قال له: عليكم السلام. واش حوالكم؟ لا بأس كذا. قال له: لا بأس والله الحمد لله. وين رايح؟ قال له: رايح القرية الفلانية ولا البلدة الفلانية. ما شاء الله. قال له: ممكن نمشي معك؟ قال له: مشي. سبحان الله. نروح. ماشي هكذا. مشى واحد المسافة، ما قال له: الشيخ تفتني ولا نفداك؟ الشيخ صافي. قال: شنو؟ قال له: تحملني أم أحملك؟ قال: كي تفتني ولا نفدك ما يديك، ما انت راكب ولا راكب، كي انت تفتني ولا نفدك. قال: خلاص شيخ ما كمل. امشوا مسافة هكذا حتى يصيبوا ماذا؟ يصيبوا واحد الناس رافتين ميت، جنازة رافتينها ورايحين. وهما رافتين الميت. قال ماذا؟ قال له: يا شيخ انت تظن باللي صاحب الجنازة هذا حي ولا ميت؟ ايوه. قال له: توقع مش مليح بهذاك، رافتينه فوق النعش يعني وش يدوحوا به يعني راسمي ميت. قال له: خلاص اسمح لي يا شيخ ما هضرت. امشوا. بعد مروا على حصيدة
أرض محصودة يعني زرع حصد. قال له يا شيخ الزرع هذا مالي حصده ولا ما زال؟ أيوة. قال له تمشي في حالك رسمي يا ابن آدم. قال له ها ولا رايح صيدة الزرع وين راح؟ لا رسمي حصده. قال له خلاص ما أعرفش اسكت. وصلوا للبلدة. فلما وصلوا أنا أختصر القصة وهي قصة طويلة لكن فيها حكمة فلما وصل للبلدة الشيخ هذاك جاء الرجل هذاك الرجل الطيب هذاك جاي يفارقه. قال له والو قال له انت باين بدي مسكين زاولي. قال روح تفطر عندي مالك ما طريق. قال له معلش. قال له ان شاء الله غير جاي. والناس كانوا كرامة بكري والجزائري بكري كان الله يبارك في العرس يدير الشربة يدير الشلاضة يدير اللحم وكيدع له غير بالطعام يا صاحبي. يقول لي الحالة غلات. طيب إذا قالوا يلا تفضل. فلما دخل معه البيت قالوا ريح قعدوا في بيت الضيوف ودخلت. عنده واحدة طفيلة بنيتها هكذا في الدار. قال لها بنتي وجدي لنا لقمة الله يرضى عليك أو جبت واحد الإنسان زوالي مسكين ما وش في حالك. قال لها وجدي له لقمة باش كمل طريقه. قالت له إيه قاعدين يقصروا. قالت له بابا مهبول. قال لها تقدري تقولي هكذا. قالت له كيف مشيت مع مهبول؟ قال لها يا بنتي أنا خارج من السوق ما مشيتش معاه. قال أنا خارج من السوق جاء قال لي الشيخ نمشوا مع بعض وراك راح. قال له الدلة الفلانية. طيب الشيخ نمشوا مع بعض. قال له الله الطريق واسعة. إذا قال له احنا ماشيين. قال لي ترفدني وين نرفدك تحملني أو أحملك. أنا قلت له ودي الله يهديك أنت راكب ولا راكب كيف ترفدني ولا نرفدك. قلت له أبتي الولد لعله لم يقصد هذا. قلت له بالك لم يريد هذا. قال له وش أراد؟ قال لها هو ماذا أراد؟ لعله أراد تبداني بالهضرة ولا نبداك بالهضرة باش تخفف علي عناء الطريق فكأنك راك رافدني. فلما يعود أنا ثاني نظرة كأنني راني رافدك لأني نخفف عليك الطريق. أيوة صح. قال لي ما تبد. قال لا بصح يا بنتي أنا عقبنا على الراجل رافدينه في الجنازة رافدينه في المحمل هو يقول لي حي ولا ميت. قالت له يا أبتي لعله قصد خلى أولاد ولا ما خلاش لأنه إذا كان خلى أبناء من بعده لم يمت. صح كاينة. طيب قال له الثالثة عقبنا على حصيدة ويقول لي ترى هذا الزرع حصده أهله فقبضوا ثمنه ولا لا. قلت له أبتي قصد الزكاة هل أدوا زكاته يوم حصدوه ولا لا. قال لها وجدي المكان جاي وجدي. فدخل عنده السلام عليكم. وعليكم السلام. لا بأس. قال والله لا بأس. تعفيت شوية. قال والله ما شاء الله. قال له لا بالك الكلام اللي كنت تقوله في الطريق. قال له أنا فاقد وش تتقاصد. قال شو الكلام؟ قال له كي قلت لي على قضية تحملني أو أحملك كنت قاصد تبداني بالهضرة ولا نبداك باش نخفوا على بعضنا على الطريق صح ولا لا. قال له والثانية كي قلت لي حي ولا ميت تقول قصد هل ترك أولاد خلف أولادا من بعده يذكر بهم ولا لا. قال له والثالثة قصدت هل أدوا زكاة زرعهم يوم حصدوه أم لا. قال له الحاجة دي والله ما خبرتك. ما أنا كنت مهبول هذا الهضرة جبتها من الكوزينة. طيب قول لي. قال له قول لي منين جبت هذا الكلام يا شيخ. قال له والله يا بدي شو نقول لك. قال له أنا كنت متزوج منذ مدة. الزوجة تاعي ماتت منذ مدة خلت لي واحدة طفيلة راهي الآن في سن الشباب. قال له ونستني هنا في البيت. قال له كي حكيت لها عليك. قالت لي. قال له أنا خارج من البلاد نحوس عليها. الناس اللي تعرف تختار. شوف الحكمة يعني الحكمة هي ها هنا. هي ها هنا فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا أنا والله يحزنني كثيرا أنه الأخ يكون الله يبارك كأنه شعلة من نار أو شعلة من نور في المسجد في الصلاة في الشارع كذا الخير النشاط الخدمة إلى آخره. هو يتزوجه ويبدأ تصيبه دايما حزين دايما يخمم دايما كذا مالك يقول لك مشاكل عائلية. ولهذا أنا أنصح إخوتي أنصحكم دائما أنكم أنتم ما تخيروا ما تخلي لا أب ولا أم يخير مكانك. صحيح ناس بكري كانوا يخيروا. أنا الوالد تاعي الله يرحمه يحكي لي كنت أنا صغير قال لي دير في بالك أنا كيف زوجت بيماك هذه. قال له قول لي. قلت له قول لي. قال لي يا ولدي أنا رحت العسكر بدتني فرنسا للعسكر. فلما داوني العسكر شحال نقعدوا 45 يوم تاع تدريب ومن بعد يعطونا شحال يعطونا 3 أيام ذاك الوقت. قال لي باش نولوا لديارنا. قال لي كي وليت 6 ورا في الدار. قال لي سقسي في يما. قال لي وبابا مقابلها ما هي يما هذه شكون. وهو قال واش بيك. قال له والو يا بابا ما قلت. قال له لا قول واش راك تنقص في هذه خليك من وضع معي نام خير ان شاء الله.
قال له لا نسقسي فيها ليش كون؟ قال له مرتك زوجتك ما عجبكش الحال ولا؟ قال له لا باس أو الزوج. لكن ذاك الوقت كان وقت نتاع نية ونتاع خير ونتاع رحمة، مش كيما زماننا هذا يا صاحبي. ولهذا أنا أنصح آبائي وإخواني، وأنا أستعمل أسلوب العامية لأننا رانا في عرس، ما نش حابين نحكوا على شيء يحزن الإخوة. رانا في عرس، ننساو شوية أحزاننا لحظات، ومن بعد أكد راح نفترق ونعاود نجد الأحزان ونروحوا ديارنا. لكن أنا أحب أنني عندما أحضر الأعراس مع خالتي نضحكوا ونكسروا هكذا. ولهذا أنا أنصح دائما إخوتي أنهم يكونوا حريصين على اختيار الشريكة، باش مرة أخرى يا الأخ ما تلومش يماك ولا تلوم أباك، لوم الاختيار بتاعك، اختار أنت وكن راجل انت، وحوس على المولى حتى وما تكونش انت مدين، حوس عليها. علاج؟ لأنك لما ما تكونش انت مدين هي رايحة تعينك على الدين. على بالك المؤمنة بالتجربة المؤمنة والله غير تصبر معك على المر. ولكن اللي ماشي مدينة وماشي جميعا، ماشي كل مدينة وماشي كل ماشي مدينة، ولكن أكثر المتدينات توجدها صبورة. فلهذا حتى ولو ما تعيش معها الدنيا لكن تعيش معها الدين وتذكرك بالله واليوم الآخر. وهذه أعظم نعمة تديها من الزواج الإسلامي. أخ فرنسي يعني عنده الجنسية الجزائرية والفرنسية يسأل، قال لي يعني في قضية وأنا سأثير قضية وأرجو من إخواني أن يفهموا المسألة، أن المقاصد الشريعة تضيع بمثل هذه التصرفات، وحماية أعراض المسلمين التي صانها القرآن الضيع. بعض الإخوة يدير العقد ومن بعد تصيبه في الشارع رايح جاي معه، كاينة المكان كاينة كثيرة جدا. والله جوني إخوة عائلة قالوا لي بنتنا راهي بالحمل وهو هرب. وأنا أقول هذه الكلمة وليعذرني إخوتي، مش المقصود التشنيع، لأننا حناي الحمد لله أنا نعرف باللي المدينين يخافوا ربي عز وجل، هذا لا شك أنه غلبته نفسه، لكن على الأقل الإنسان يكون راجل. ذوك هي امرأتك ثم غلبتك شهوتك فأتيت امرأتك، فماذا صنعت؟ أهرب وخلاه. طيب والولد إذا ولد وين ندوه يا جماعة؟ هذا ابن زنا؟ هل هو ابن زنا؟ هو والله ليس ابن زنا، هو ابن الحلال بالإجماع. ولكن ولهذا أنا أنصح أيضا الأولياء أنه إذا كان جاء إنسان ولو بلحيته يخطب بنتك قول له روح دير العقد في البلدية، لأنكم أنتم تخافوا من البلدية والطلاق نتاع المحكمة أكثر من تخافوا من ربي عز وجل. لما تدير العقد الشرعي ممكن تدير الزبايل، بصح لما تدير العقد المدني تخاف، ما تقدرش تحل هذاك العقد إلا بالطلاق بالحصلة. فكيف؟ وهذه المصيبة وقعت كثيرا. ولهذا أنا أنصح إخوتي وأنصح آبائي أن يمنعوا بناتهم وأخواتهم أنها تمشي مع اللي مفتح عليها، لأنه هذا الزمن صارت لا تؤمن فيه الفتنة، وصار الأمان مش موجود، والرجل الأمين قليل. ولهذا قال يا أخي تريد أن تخلو بها وتريد أن تسافر معك، دير الوليمة ويسمع الناس جميعا أنك تزوجتها ثم هي عندك، حبيت تروح معها حتى لا. وهالبلاد الإسكيم وإن شئت، ولكن ابتداء ما تسمعش لبنتك أنها تخرج معها. والله يا إخوتي وراك رايح للتراويح وشدها مذرحة ورايحين يلعبوا هكذا بيديهم رايحين للتراويح، والله هكذا وموت يا أبا حسب القنطة هاي. وإحنا الواحد منا يغير يا جماعة، والله يغير على حده. ما أنا كي نشوف المسلمة أي مسلمة كانت نشوفها بلحجة في الطرقات والله تقبضني واحدة الغمة. سبحان الله كيف المسلمة وصلت لهذا الحال، ومن بعد تصيبها تمر على بعض الفجار ينظر إليها ويضحك هكذا بعد السخرية بعد الاستهزاء. فما بالك والله بالجلباب وشدها من يده وبلحيته ورايحين لله. والله هكذا يا إخوتي. متى في ليالي رمضان؟ علاش هكذا؟ سبحان الله. ومن أذن بهذا؟ من أذن بهذا؟ والله ما أذن به ربنا ولا أذن به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا دائما الإنسان يحافظ على ما أمره الله عز وجل به. والله تبارك وتعالى قال في 3 آيات متتابعات، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وقال ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللي حد أموره تتيسر يتق الله، ربي وعده أنه إذا اتقاه يسر أمره كله. حتى بالعقد المدني ما يلعبون شيء. ولهذا دائما إذا كان الإخوة حافظوا على هذا النفسية، احنا الإسلام ما منعناش أننا نفرح، بالعكس في الأعياد انت عنونا ضرب الدفوف. الإسلام قال صلى الله عليه وسلم قال لعائشة روحي تتفرجي على الأحباش وهم يلعبوا في المسجد، يلعبوا هكذا يعني يقفزوا إلى آخره داخل المسجد. قال تعالي انظري إليهم وهم يلعبون لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. اللي ضيق هذا دين اليهود مش دين المسلمين، أما دين المسلمين فيه الفسحة. الله عز وجل أمرنا أن نفسح ليفسح لنا. فنسأل الله العلي العظيم، وعذرا إن أطلنا عليكم، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لأخينا سمير في عرسه وفي وليمته، وأن يبارك له في امرأته ويبارك لها فيه ويجمع بينهما في خير. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعين شباب المسلمين على الحلال، وأن ييسره لهم، وأن يوفقهم إلى الزواج الإسلامي الشرعي، وأن يباعد عنهم الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. وأسأله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. كما أسأله تبارك وتعالى أن يزوج بنات المسلمين جميعا بأزواج طيبين محسنين صالحين، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لأخينا سمير في عرسه هذا ووليمته هاته، وأن يبارك له في أهله، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه سميع قريب مجيب. من حكم الله تبارك وتعالى الجليلة أنه لما خلق آدم عليه السلام أورثه جنته. ومن أعجب ما وقع لهذا المخلوق الذي